السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. إذا أول مرة تزور قناتي اسمح لي أرحب فيك. أنا علي سليمان، وفكرة القناة هي اللي أحاول أقرب لك قدر المستطاع شكل الحياة والمعيشة في المغرب، سياحيا، ثقافيا واجتماعيا وتجاريا. إذا كنت مهتم بالمحتوى شرف لي بالضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس. صلي على محمد ويلا نبدأ. أولا أحب أهني المغرب على الإنجاز العظيم في ابتكار أول سيارة تعمل بالطاقة الهيدروجينية، وهو إنجاز كبير وعظيم ومفخرة عربية وإسلامية، فتحية كبيرة للمغرب. وبما أننا في سيارة وفي طريق بتكلم عن موضوع طلب مني أو طلبوا مني بعض المتابعين، وهو أسعار السيارات في المغرب والأمور المتعلقة بهالموضوع. السيارة هي وسيلة التنقل الأشهر والأكثر انتشارًا على مستوى العالم، ولهذا السبب أصبح امتلاك أو استئجار سيارة ضرورة أكثر من كونه رفاهية. ورغم أن المغرب تمتلك شبكة واسعة من وسائل النقل العامة، مثل القطارات والباصات وشبكات الترامواي اللي هو القطار آآ النقل داخل المدينة، وغيرها من وسائل النقل، إلا أن التنقل بسيارة خاصة له نكهة ومتعة فريدة، سواء كنت مستقر في البلد أو سائح، لأنه يوفر لك الكثير من الوقت ويمنحك حرية الحركة ومرونة في التنقل والاستمتاع بالأجواء والطبيعة. في هذا المقطع بجاوب على أهم الأسئلة والاستفسارات الخاصة بشراء أو استئجار سيارة في المغرب. نبدأ على بركة الله. تنتشر في المغرب الكثير من ماركات السيارات بمختلف أنواعها، لكن حسب إحصائية حديثة هذه أكثر 10 شركات أو ماركات مبيعًا وانتشارًا في المغرب، من الأكثر إلى الأقل. رقم 1 شركة داسيا، رقم 2 شركة رونو، رقم 3 شركة بيجو، هيونداي، رقم 5 شركة سترويل، رقم 6 شركة أوبل، ورقم 7 شركة فولكس فاجن، رقم 8 شركة تويوتا، ورقم 9 شركة فيات، وأخيرا رقم 10 شركة كيا. تتراوح أسعار إيجارات السيارات في المغرب بين 300 إلى 500 درهم مغربي، يعني ما يعادل 30 إلى 50 دولار تقريبا في اليوم. وهذا السعر متوسط للسيارات المتوسطة، ويختلف السعر حسب المدة ونوع السيارة. عشان تستأجر سيارة في المغرب لازم توفر هذه المتطلبات والشروط، وهي تقريبا متطلبات عامة في أغلب الدول. رقم 1 ما يقل عمر المستأجر عن 21 ولا يزيد عن 70، يعني بين 21 إلى 70 عام. رقم 2 وجود رخصة قيادة، سواء كانت محلية أو دولية، باسم المستأجر، وتكون سارية طوال فترة الاستئجار. رقم 4 وجود بطاقة بنكية تكون سارية، وأيضا فيها مبلغ يغطي قيمة التأمين اللي منصوص عليه في عقد الإيجار. أخيرا رقم 5 ضروري بعد الحجز يكون عندك أو تحتفظ بنسخة من إشعار تأكيد الحجز. مثل ما انتم عارفين تختلف أسعار السيارات دائما حسب النوع والموديل وتاريخ الصنع. لكن لو حنتكلم على السيارات المستعملة المتوسطة وموديلات متوسطة،
نقدر نقول تقريبًا متوسط الأسعار، أسعار شراء سيارة في المغرب من 100 إلى 150 ألف درهم، يعني ما يعادل 10 إلى 15,000 $. إذا كنت من الناس اللي يفضّلوا استخدام المواقع الإلكترونية للبحث عن سيارة، فهذه بعض المواقع الشهيرة في المغرب واللي تقدر من خلالها تبحث عن سيارة للشرا. الموقع الأول الفيسبوك، أيضًا في موقع تابع للفيسبوك اللي هو market place، طبعًا داخل الفيسبوك نفسه. رقم 2 الأفيتو. رقم 3 موقع اسمه موتور. موقع آخر اسمه ويبايكار. في موقع أيضًا اسمه مغرب أوتو. وأخيرًا موقع اسمه طوموبيل. هذه نصايح عامة يعني للي يبغى يشتري سيارة مثلًا، لا سيما في المغرب. لمّا تشتري سيارة في المغرب يُفضّل إنها تكون عادي، يعني gear عادي وليست أوتوماتيك، لأن الأوتوماتيك نوعًا ما غير مرغوب في المغرب بنسبة كبيرة، لدرجة إنه بعض المغاربة ما يعرف يسوق سيارات أوتوماتيك. وأيضًا تكون قطع الغيار نوعًا ما أغلى من السيارات العادية، والإصلاح يعني في الورش وكذا يكون أيضًا أغلى من السيارات العادية. فالسيارات الغير العادي هو المفضل في المغرب. النصيحة الثانية: تأكد من عدد الخيل في السيارة، لأنه كل ما زاد عدد الخيل زادت الضريبة السنوية وزادت قيمة التأمين. النصيحة الثالثة: إذا كنت بتشتري سيارة مستعملة فتأكد أن السيارة مدفوع لها الضرايب السنوية وما عليها أي مشاكل أو حجز. النصيحة الرابعة: إذا كنت تستخدم السيارة بشكل يومي ولمسافات طويلة، فالأفضل إنك تاخذ سيارة ديزل اللي هو يسموه في المغرب المازوت. أما إذا كان استخدامك للسيارة قليل أو نادر، فممكن أنصحك إنك تاخذ السيارة تعمل بالبنزين. آآ طبعًا لأن الديزل أرخص نوعًا ما من البنزين، لكن الضرايب السنوية أقل في السيارات اللي تستخدم البنزين منها مقارنة بالسيارات اللي تستخدم الديزل أو المازوت. هذه يعني دردشة أو حلقة سريعة عن موضوع السيارات في المغرب، سواء في موضوع الشراء أو الاستئجار. أتمنى تكون معلومات مفيدة. إذا ما اشتركتوا اشتركوا في القناة، وفي أمان الله.